حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قايمه تعبانه قوي وعنده دور برد فظيع، مش قادره يعني. فالمهم، انتوا لما يكون عندكم دور برد وتعبانين كده بتطبخوا ايه؟ تعالوا بقى نشوف انا عملت لهم ايه وطريقتي ايه، ويا ترى انتوا بتعملوها كده ولا لا. وانتوا قولولي، كل واحد كده يشوف الفيديو لما تبقوا تعيانين كده ومش قادرين تقوموا بتطبخوا ايه. يلا تعالوا شوفوا انا عملت ايه النهارده، ويا ترى عجبكم ولا لا. وكل واحد بقى يقول لي ايه هو طبخ ايه النهارده. و يلا تعالوا بقى معانا على الفيديو. اول حاجه كيس خميره، معلقه كده سكر، معلقه كده ملح، شوفوا قد ايه كده. ديت ميه دافيانه اهي، نحطها كده عليها ونقلبهم بقى ونسيبهم. هنا بقى هنبتدي نضيف ايه، ديت معلقه بيكنج باودر. بعد كده هنضيف بقى ايه، دقيق اهو. نبتدي بقى نخلط لما ايه تكون عندنا كده عجينه لينه كده اهو. نبتدي بقى ان احنا نخلط كده لغايه لما ايه الدقيق يتشرب بقى كل اللي موجود وكده. وتعالوا بقى نشوفها في الاخر بعد ما خلصتها تبقى ايه. يا حبايبي انا عجنتها لغايه لما بقت كده. دي بقى زبده، هنبتدي ان احنا ايه نعملها كده لغايه لما الزبده كلها تدخل جوه العجين كده. وطبعا متنفعش في الطبق، احنا كده هنعملها على الرخام كده لغايه لما الزبده كلها تتدخل في العجين اهو كده تمام. هنغطيها بقى بالاسترتش كده ونسيبها شويه، بعدين تعالوا بقى بعد كده هنشوف هنعمل ايه. شوفوا حبايبي ما شاء الله بقت عامله ازاي. هناخد بقى قطعه كده، وانا اصلا ايه جايبه صينيه اهي حاطه فيها نقطه زيت صغيره جدا. شوفوا حبايبي ديت كاتشب. انت بقى لو ما عندكيش كاتشب تعملي ايه، تروحي عارفه الصلصه بتاعه المكرونه، تروحي ايه عاملاها. شايفين بقى الأذان وجماله، الله اكبر الله اعظم اهو. دي بقى الكاتشب، ده كاتشب بنجيبه سايب وبعبيه انا في ازايز كده اهو. شوفوا بقى دي انا جايبه كبه حاطه فيها ايه، خلطه فيها طماطم وزيتون وفلفل اهي في الكبه، ونروح حاطينها كده عليها كده اهو. شفتوا بقى ديت احلى وصفه ممكن تعمليها وسهله واقتصاديه، ويعني مفيش يعني اسهل من كده. وكله ايه يعني مش هتاخد في ايدك 10 دقايق. تعالوا بقى ايه اما نحط عليها الجبنه الموتزاريلا. شوفوا يا جماعه، دي جبنه موتزاريلا، دي ميكس جبن بس كده. هنسيبها على جنب وندخلها بقى ايه الفرن. نعمل بقى كذا واحده، عايزه تعملي ميني بيتزا اعملي، كل ده من عجينه واحده. شوفوا حبايبي البيتزا لما طلعت، شوفوا طريه ازاي، شوفوا جمال. ده على فكرة بسبب الزبدة اللي احنا حطيناها في الاخر، فبتطلع حلوة قوي. ده بقى كاتشب كده بيتحط عليها في الاخر، وانا عاملة شوية بطاطس جنبها. ودي بقى انا عاملة شوية مكرونة كده، اللي عايز بقى ياكل دي مع دي، اللي عايز ياكل دي لوحدها براحتهم بقى. ده بقى على قد ما انا قدرت اعمل، كتر خير يعني. انا عينه وقمت برضو احسن ما يجيبوا اكل من الشارع، صح ولا انتوا ايه؟ اهو شوفوا الجمال، شوفوا قد ايه طريه وجميله، شكلها يفتح النفس. يلا تعالوا بقى اما ندوق. شوفوا طريه وجميله ازاي، شوفوا الحلاوه ناعمه وطريه، بجد بجد رهيبه. جربوها صدقوني بالطريقه دي هتعجبكم، وما هتشتروها تاني من بره. رغم الواحد عيان بس برضو قام عمل احسن ما اشتري من ايه من بره. يلا ما تنسونيش بقى في لايك ومتابعه للصفحه. وسؤال بقى النهارده، مين اللي كان على قميصه دم؟ يعني سيدنا ايه؟ انا قلتها لكم كده بالعاميه بس طبعا احنا كلنا عارفينه. اللي يعرف يقول في الكومنتات. وما تنسونيش كمان في كلمه حلوه منكم، واشوفكم على خير. باي باي.